لو ما كنتوش عارفين قصة الموساد وهل قتل بالفعل الطبيب المصري كريم أسعد اللي كان عمل بحث علمي عن مادة أو عقار بديل لعقار المورفين في بريطانيا، فخلينا نقول إن القصة بدأت من مستشفى اسمها برنسس أوف ويلز في بريطانيا. المستشفى كان بيعمل فيها الدكتور كطبيب تخدير، وساهم ببحثه عن مادة المورفين، أو أثر هذا البحث في مفاجأة في الأوساط العلمية البريطانية. جات له دعوات من إسرائيل رفضها، عرضت عليه الشركات الإسرائيلية شراء هذا الأمر، رفضوا. تحدث قبل وفاته عن اضطهاد لعدد من علماء الإسرائيليين داخل المستشفى ليه، تحدث عن مشاكل، تحدث عن تهديد بالقتل في آخر ليلة والدته سمعته فيها. قتل بالفعل في شهر أغسطس الماضي. الأدلة يمكن اللي اتضحت إن في واحد اسمه جوني إبراهيم كامل أتى لمصر من أجل سرقة البحث نفسه، لأن هم سرقوا كل حاجة في بريطانيا ولم يجدوا البحث المخصص للعقار البديل لمادة المورفين. حاول يوصل لهنا، وصل لبعض الناس، أغراهم بالمال، رفضوا، هددهم بالقتل، بلغوا عنه، وسجن بالفعل على ذمة هذه القضية. القضية قصة كبيرة، خلينا نعرف تفاصيلها من خلال ضيوفنا النهارده اللي اعتقد ان هم كافه اطراف القضيه المتاحين في الوقت الحالي. الدكتوره ساره اسعد شقيقه الدكتور كريم اسعد، اهلا بيك يا دكتوره. اهلا وسهلا بحضرتك. معانا ايضا الاستاذه امال محمد علي، هي والده الدكتور كريم، اهلا بيكي. اهلا. ومعانا الدكتوره ياسمين البدوي، ادمن صفحه كلنا الطبيب المصري كريم اسعد، اهلا بيكي. اهلا. خلينا نبدا من الام. اخر لحظه سمعتي فيها صوت الدكتور كريم. اخر لحظه كانت يوم الاربعاء في العصر، كلمني وقال لي خلاص انا زهقت من المستشفى دي وانا ماشي وسايبها، ما ينفعش الممرضه تمشي كلامها على الدكتور، انا خلاص ماشي وسايب المستشفى دي. وقعد يقول اني ينصركم الله فلا غالب لكم، رددها 3 مرات. طبيعه المشاكل اللي كانت هناك تحديدا ايه؟ هو في البدايه كان الكفر كان عنصري وفي نوع من المشادات بينهم وبينه، وعدت السنه الاولانيه من كان بيتكلم في السياسة يعني قدامهم؟ كان بيتكلم عن إسرائيل؟ لا، هو بيتكلم عادي، مش ضروري إسرائيل. 6 شهور بقى الأخرانيين ازداد الاحتكاك قوي. من يوم 10/8 يوم ما قال أنا ماشي وسايب المستشفى، اللي حصل إن هم قال أنا كده عجلت بموتي، أنا غلطت أكبر غلطة، أنا كان المفروض أسيبهم من غير ما أقول إن أنا ماشي، أنا عجلت بموتي. يوم الثلاث بالليل آخر حاجة الساعة 12 بالليل وأنا بكلمه قال أنا تلقيت تهديد علني بالقتل. فكان الرد الطبيعي بتاعي ان امشي وسيب المكان، نديهم البحث ونديهم فلوس نديهم كل حاجه وامشي وسيب المكان، ما تروحش تاني يوم المستشفى. تاني يوم ما كلمني من المستشفى وقال لما اروح البيت هكلمكم، ما رجعش البيت. يعني دكتوره ساره، ايه الادله بالتحديد اللي بتؤكد ان الموساد هو المتورط الحقيقي في مقتل الدكتور كريم اسعد؟ اولا في الفتره الاخيره كريم الله يرحمه كان المفروض هيروح مؤتمر في المانيا عشان يناقش فيه البحث ده في اول شهر 9. الفتره الاخيره عرضوا عليه ناس ستاف ممبرز، يعني اعضاء يعني من قلب المستشفى، وقالوا له بدل ما تحضر المؤتمر ده احضر في مدينتين في اسرائيل، بدل المانيا اسرائيل مدينتين. وكريم حتى جاء لنا يوم هو كان يعني بسخريه، يعني قال انا مش مصدق ان هم بيعرضوا عليه حاجه زي كده. غير كده ان قبلها كانوا عرضوا عليه برضو شركه ادويه فيها طرف اسرائيلي، عرضوا عليه ان هم يشتروا البحث ده منه مقابل ان هو ما ينشروهوش، وكريم الله يرحمه رفض. غير كده كان ساعات بيشتكوا منه، يعني بصفه دائمه شكوى متكرره، يروحوا يشتكوا يقولوا ده بيتكلم على اسرائيل. احنا بنتكلم عادي زي اي واحد عربي، اي واحد مصري اكيد هيبقى بيكره اسرائيل. فحاجات كتير قوي، بس اهمها المؤتمر واهمها العرض من شركه الادويه دي. وطبعا بقى اللي اكد اكتر من كده برضو موضوع جوني، بقى ظهور جوني ده واكد لنا كل المعلومات، غير ان جوني اصلا قال حاجات احنا ما كناش قايلينها لحد. يعني تفاصيل صغيره جدا زي مين اللي كانوا بيهددوا كريم في المستشفى، المعلومه دي انا وماما ما كناش قايلينها لحد. سأل على حاجات معينه، عارف حاجات في بيت كريم الله يرحمه، معلومات مستحيل اي حد ممكن يخمنها. دكتوره ياسمين، تحديدا مين هو جوني ابراهيم كامل؟ وانا عارف ان هو يعني اول ما نزل عليكي. جوني ابراهيم كامل هو شخص اتصل بينا عن طريق شخصيه برضو كنا نعرفها يوم 24/10. قال ان اخته اتقتلت في انجلترا، اسمها ندى ابراهيم كامل، دكتوره في الاقتصاد والعلوم السياسيه، وان هو عاوز يتضامن مع اسره كريم لان اخته اتقتلت بالرصاص، وان اخته اتقتلت بسبب كريم. فكلمته على النت، فقال لي انا كلمني على التليفون، قال لي انا عاوزه اتواصل معاكي ومع الاسره. فحددنا اول ميعاد ليه معانا على سكايبي بالليل. وكانت المفاجاه ان هو كان بيحكي ادق تفاصيل عن حياه كريم.
تفاصيل يعني انا نفسي وانا بسمعها بقيت مش مصدقه، وابص لهم فياكدوا ان الكلام اللي بيقولوه ده صح، لان انا ما كنتش اعرفه انا شخصيا يعني. هو كان عايز البحث بس، يعني هو كان جاي لمصر عشان ياخد البحث؟ هو كان كل همه فين حاطين نسخه البحث. ازاي وصل لك تحديدا، وليه طلب منك انت تحديدا البحث؟ ليه ما طلبوش من الدكتوره ساره متردد؟ هو حاول مع ساره وطنط قبليه بطريقه بقى ان هو يعرض المال، يهدد. فلما ما لقاش معاهم فايده فبدا يتجه لاقرب صديقه للعيله اللي هو يعني وجودي دائم في البيت. وكان دايما بيلح عليا ان انا افضل معاهم، حتى مثلا لما احنا اوهمناه ان في خلاف ما بيننا عشان نعرف اخره ايه، كان دايما بيلح معايا في كل تليفون لا لازم تفضلي. ودايما يسال طب هم ايه الاخبار بتاعتهم، طب هم تعرفيش اي حاجه جديده؟ بذريعه ان حد اتقتل له في المستشفى. بذريعه ان حد اتقتل له؟ لا هو اتقال ان اخته اتقتل في ميدان في لندن، حتى لما شككنا في المعلومه يعني قعد يلف ويدور حوالينا. يعني ايه اللي ياكد ان ان جوني ابراهيم كامل ده اسرائيلي او تابع الموساد؟ والله هو طبعا طريقته، اسلوبه، تمرسه في الكلام، استمراره معانا لشهور عديده بطريقه كلام. هو ده جوني ابراهيم كامل. ايوه، بطريقه كلام غير الكلام الطريقه العاديه. يعني واحد محتفظ برتم معين وبسرعه معينه بيتكلم. ساعة ما قبضوا عليه ابتدى يقلب مصري وابتدى يقلب فلاحي، وانا دخلت الجروب يا بيه عشان اساعدهم وانا مش عارفه ايه. اما تسمعه وهو بيتكلم، حضرتك لو سمعت جزء كده من كلامه وهو بيتكلم عبري معاه. وكتب لنا عبري، يعني عبري وكتب لنا عبري يعني وبسرعه شديده جدا. يعني العربي كان بيغيب فيه، لكن العبري في ثواني كتبه. وكانت اخر رسائل له عبريه تهديد، يعني كيفيه مكافحه ساره، كيفيه القضاء على ساره. على اساس ان احنا كنا بنعمل وقفات قدام السفاره وبنعترض وبنبلغهم ان احنا مش هنسكت على حق كريم. كلمك جوني ابراهيم كامل عرض عليك الفلوس عشان موضوع البحث؟ هو اول حاجه خالص عرض الفلوس بطريقه غير مباشره. اول حاجه قال انتوا عايزين ايه؟ انتوا عايزين الملايين؟ يعني انتوا بتعترضوا ليه؟ اكيد انتوا يعني عايزين حاجه. فقلت له احنا مش عايزين فلوس، احنا عايزين حق الدم، احنا عايزين القصاص، اللي قتل يتقتل. بعد كده رجع عرضها مرة تانية بصورة ان اخته كانت كاتبة مبلغ عايزة تتبرع بيه عشان دكتور كريم بان هي اتقتلت، فهو عايز يديني انا الفلوس دي. قال لي انت دكتورة، باباكي دكتور، خدي الفلوس دي اعملي بيها مستشفى. فانا برضو رفضت. فهي الفلوس كانت بتتعرض، هو عايز يعرف احنا سكتنا ايه، يعني احنا ممكن مثلا يتواصل لنا ازاي، ممكن يشتري ان احنا نسكت فيدينا فلوس. وبعدين اما ما لقى كنتوا مفيش قلقانين فايده منه من اللحظه الاولى؟ احنا من اللحظه الاولى كنا شاكين في حاجه غلط. ومن اللحظه الاولى رحنا توجهنا للمخابرات العامه المصريه. طب يعني ازاي هو من الموساد وبيكتب لكم عبري؟ يعني المفروض ان هو جاي متخفي. ما هو بالعكس، ده هو كان بيحاول يتودد لنا وبيحاول يكسب ثقه، يعني بيحاول يديني، ده هو اداني معلومات كتير قوي. يعني انا وماما ما كناش لاقيينها لحد، وده زي ما بقول لحضرتك اللي اكد لنا ان هو فعلا طرف او فعلا حد مجنده عشان الموضوع ده. فيعني مستحيل، يعني هو كان بيقول الحاجات دي عشان يكسب بتاع ثقه. كريم ده محدش يعرف عنه حاجه خالص. في تليفون تالت اتسرق هناك في لندن. التليفون التالت ده قال ايوه انا معايا الميموري كارد اللي متسجل عليها كريم، كان مسجل بالصوت والصوره التهديدات العلنيه اللي جات له قبل ما اقتله. هل كريم بعت لكم التهديدات دي؟ هو ده كان اهم حاجه عنده، هل فعلا التهديدات دي كريم بعتها لنا ووصلت لنا ولا لا؟ هو ده اللي كان قلقه قوي. وقال ان التليفون الثالث معاه. والبحث مهم جدا بالنسبه لهم. هو كان بيسال دايما على 3 حاجات، بيسال على نسخه البحث، عايز يعرف معانا ولا لا، دي ما بيسال على كانش سايبها التهديدات. الدكتور كريم هناك. هو هناك هم كريم هناك الله خدوا يرحمه لما نسخة. اتقتل خدوا النسخه بتاعته اللي كانت موجوده هناك. بس واضح ان النسخه اللي هنا هي اللي فيها الاسرار. دي اللي يعني دي اللي هو عايز يعرف احنا معانا اصلا هو نسخه عايز تانية يعرف ولا احنا لا. معانا اصلا ولا لا، هل معانا التهديدات ولا لا. يعني وبيسال على الشوز اللي هي اتقتل كريم لما مات اتقتل، كان لابس شوز بيضه بتاعه العمليات. فهو وصفها، قال ان كيف هذا، ان الشوز بتاعه الطبيب تبقى من تحت كلها طينه ومن فوق عليها الدم. هو وصفها، هو عرف منين ان هي، وحكى قال ان هم نادوه، طلعوا بيه في الجنينه في الحديقه الخلفي، في الحديقه الخلفيه، وكلموا معاه وهددوه، وان هو رجع، وهو راجع خبطوه خبطه شديده، وبعد كده اجهزوا عليه وطلعوه. قتلوه في الحمام؟ لا، هم قتلوه في اوضه العمليات، هم اجهزوا عليه في اوضه العمليات. يعني هو خبط خبطه جامده جدا وسحبوه، موتوه تماما، لان كريم ميت في صوره وضع افقي، ما ينفعش غير ان هو يكون نايم على سرير او على حاجه. ايديه متكتفه، حد مكتف ايديه، صابع ايديه دول، دم على رجليه، طينه من تحت.
فهو حكى قال الطينه دي لانه طلع للجنينه الخلفيه. هي مثلا من المعلومات الغريبه ان احنا الشوز دي لما خدناها طبعا دي حرز ما ينفعش احنا ننزل بيه اصلا، ادولنا عليه الدم، ما حاولوش يعرفوا الدم ده مصدره ايه، مش عايزين يحققوا اساسا. هم احنا مش كنا عايزين يحققوا، حاطينه مش في كيس هيحققوا. الادله بتاعه ومش عارفين ان في طينه، بعد ما هو قال لنا في طينه وحصل شجار وطلعناه فعلا من كيس الحرز لقينا في طينه من تحت. يعني برضو نفس الحكايه قال لنا ان في تليفون ثالث اتسرق والتليفون ده كان عليه التهديدات. احنا يعني ما كناش عارفين ان كريم الله يرحمه في تليفون ثالث، بالصدفه بندور في الفواتير بتاعته لان كان فعلا شاري تليفون ثالث، لقينا الفاتوره وقدمنا بيها بلاغ هناك. صحيح. ازاي خليتي او ارشدتي جهاز المخابرات المصري القبض على جوني ابراهيم كامل؟ القصه بدات ازاي احنا ولحظه القبض عليه كانت ازاي؟ يوم 24/10 احنا 26/10 انا قدمت بلاغ في المخابرات بالقصه كلها، بس هو بقى يوم القبض عليه كان يوم 17/12. اتصل بيا الساعه 9 قال لي انا عاوز اقابلك الساعه 10:15 في الموقف. ساره فين؟ قلت له ساره في القاهره. قال لي متاكده؟ قلت له انا ما بكلمهاش فما اعرفش يعني. هو كان بيكلمكم بشكل متصل يوميا يعني؟ اكتر من مره في اليوم، بالذات في الفتره الاخيره في اخر 4 ايام كان دايما الاتصال بيا. قلت له ما اعرفش. فقال لي طيب، راح مكلم ساره قال لها انت فين؟ قالت له انا في البيت. فراح مكلمني قال لي لا ساره في البيت. بعديها قلت له انا ما اعرفش، انت عارف اني متخانقه مع ساره. رحت مكلمه ساره وطنط قلت لهم حصل كذا كذا كذا، هو عاوز يقابلني دلوقتي. نزلنا بالعربيه وركنوا هما بعيد. بص رحت انا اكلمه، خد مني الموبايل وقفله وحطه في جيبه. ركبنا تاكسي وورانا عربيه متفيمه، انا ما شفتهاش، هما كانوا شايفينها من ورا، بس انا دايما كنت شايفه ان عينه بتبص على حاجه ورانا، انا كنت خايفه يكون شايفهم. رحنا قعدنا في كافيه جنب المخابرات عند كليه هندسه بحيث ان احنا نبقى جنب المخابرات. لما لقوا ان التليفون مقفول وبدا في ناس تحت تبعه هو بيبص لهم كل شويه قلقوا، فاستعنا باللجان الشعبيه. كان استاذ سعيد ناصر الدين رئيس اللجان الشعبيه ونسق اللجان الشعبيه في اسكندريه، هم جم واقتضوه للمخابرات. المخابرات طلبت تسليمه للاسم وفعلا سلمنا له. لقوا اوراق عنه ايه؟ بطاقه مصريه عاديه. وهو اول ما اتقبض عليه قلب بيتكلم بقى عادي بقى فلاحي، وانا كنت داخله اساعدهم وانا كنت بقابلهم عشان اتكلم معاهم، وانا كنت دخلت على الجروب وعرفت معلومات من على الجروب. طبعا الكلام ده خالي من الصحه، لان حتى المعلومات اللي هو عنده كل كلامه كان على حاجه واحده بس، على ان هو عايز لا هو كمان كان في فيديو اتكلم فيه عبري. فانا بقول له يعني ايه الكلام اللي انت بتقوله لي ده، انا مش فاهماه. قال لي انا هكتبه لك عشان تفهميه. فانا بقول له يعني هو الموساد يعني لما هيجي يكلمني هيكلمني عبري؟ ما يكلمني عربي ولا انجليزي، ما انا ما بفهمش عبري. فقعد يضحك كده وقال لي وانا ايش عرفني هما هيكلموكي ازاي. خدت الكلام اللي هو كتبه لي وترجمته، طلع كاتب بالظبط ماذا لديك من معلومات، هل يمكنك مساعدتي. فده كان نوع من انواع التجنيد بس مستخبي شويه. يا مدام امال، تحديدا هل الشرطه البريطانيه بتقف بحزم وراء هذا الحادث، ولا حاسه ان في عمليه تستر على الجريمه؟ لا طبعا هو تستر وتستر تام. هم طبعا يعني مش بيغطوا عليها، ده بيضيعوها تماما. يعني لما كريم اتقتل يوم 24/8 ويقولوا لي تعالي عشان تعالوا انا وساره طلعنا قعدنا شهر في انجلترا، المفروض ان احنا رايحين، قالوا تعالوا عشان تساعدونا في التحقيقات. نطلع هناك ما حدش يجي ناحيتنا، البوليس. والاول مره حاجه غريبه، كل ما نتصل بحد قالوا ايوه انا معاكي بس على فكره انا طالع اجازه ومش عارف انا راجع امتى. بوليس ويلز كله خد اجازه واحنا موجودين، بيخرج ما بيرجعش، كل واحد بيكلمنا مره واحده وبعد كده ما بيكلمناش. احنا واحنا نازلين يعني احنا كنا على باب الكورنر بره بناخد التصريح بتاع ان احنا هنستلم جثه كريم بعد طبعا ما اتحللت وبوظوها، ودي حاجه غريبه. خدتوها بعد قد ايه؟ خدناها بعد 39 يوم. 39 يوم. وعرفتي ان الدكتور كريم توفاه الله امتى؟ قالوا لنا يوم 27/8 عن طريق الانتربول المصري. يعني بعد كام يوم من وفاته؟ 3 ايام. والفكره ان هم ما حاولوش ان هم يتعاونوا في اي حاجه. بقول لحضرتك احنا في لندن وبعتوا لنا جواب على مصر يقولوا احنا هنبتدي التحقيقات يوم 28. واحد اتقتل 24/8 هو هيبتدي التحقيقات 28/9. يعني احنا عندنا في مصر وهو يعني مش هيتدفن ولا هيحصل حاجه غير لما يعرفوا مين اللي قتل. هم عندهم لا ولا حاجه، بعدها بشهر هيبتدي التحقيقات. سؤال، لو ابني خربش حد، لو ضرب حد عوره، لو في اي ادله في المكان، يقول لك الجسم اتنقل بواسطه اخرين، في انه بلد في الدنيا
ولا في اعماق الريف هتلاقي ان واحد يتقتل وحد هيشيله وينقله من مكان لمكان. دي في حد ذاتها دي مجرد مخالفه، كل حاجه مخالفه. طب الادله الملموسه اللي شايفاها ايه على ارض الواقع ان هو فعلا الشرطه البريطانيه بتتستر؟ طب تماما. ايه اللي يعني؟ ما هو في اكتر من كده، اكتر من واحد يتقتل 24/8 افتح التحقيق 28/9. طب فين الفايل بتاع التحقيق؟ بيقولوا هم بيدوروا على الفايل بتاع كريم. يقول ان الكاميرات اتمسحت، جثه تتحلل، في جثه في الدنيا في دوله متقدمه بعد 21 يوم تتحلل؟ ده لو حاطين عليها قوالب تلج مش هتبوظ. الطبيب الشرعي كشف عليه امتى؟ الطبيب الشرعي ما عملش تقرير ظاهري غير بعد 21 يوم من الوفاه، برغم ان كريم الله يرحمه كان في المستشفى. طب حضرتك دكتوره، في الطبيعي بيحصل كل بقد ايه؟ في ساعتها في الطبيعي ما ينفعش اصلا، يعني لو حد شاف انسان مقتول او حتى متوفي عادي برجع بظهري وبكلم البوليس، يجي دكتور من الشرع يكشف يعمل تقرير ظاهري. ده اللي حصل، ان هم نقلوا الجثمان المشرحه وبعد كده كلموا البوليس قالوا تعالوا استلموا الجثمان من المشرحه. احنا اول حاجه رحنا يوم 1 سبتمبر، طب يا جماعه فين التحقيقات اللي عملتوها؟ طب فين التقرير الظاهري؟ لا لسه ما عملناش. كنا يوم 1 سبتمبر قلت له انتوا في 8 ايام ما عملتوش تحقيقات؟ يا جماعه رفعتوا بصمات؟ يا جماعه خدتوا دي ان ايه من تحت الضوافر؟ عملتوا اي حاجه؟ مفيش اي حاجه من الحاجات دي اتعملت. يعني جريمه قتل اتعملت، مفيش تقرير ظاهري اتعمل، اتلاف متعمد للجثه. والمفاجآت بقى، يعني غير الشقه اتمسحت طبعا، اتسرقت تماما المستندات اللي فيها، كل مقتنيات كريم الله يرحمه. اخر حاجه بقى لسه معانا من البوليس ان يعني كل الناس اللي عايشه في انجلترا، في ناس كتير بعتوا قالوا لنا انجلترا بتعتمد على حاجه اسمها CCTV، يعني كاميرات فيديو بتراقب كل حته، اي كوريدور اي حاجه، ما ينفعش حد يتحرك كده غير لما تراقب. طيب يا جماعه قدمنا بلاغ، فين يا جماعه الشرايط الريكوردز بتاعت اليوم ده؟ الشرايط اتمسحت شرايط الفيديو اللي بتسجل اليوم ده في المستشفى اتمسحت. احنا بنطرح الحاجات دي وعايزين حد يرد علينا. ازاي مستشفى يتمسح شرايط الفيديو بتاعتها، وازاي تليفون يتسرق وكمبيوتر يتسرق ويدوروا على الفايل، المعلومات اللي فيه كلها. اخر حاجه باعتين بنسال بوليس يا جماعه فين طيب الفايل اللي عملتوه لحد دلوقتي؟ الفايل مش لاقينه، بندور عليه. كل حاجته اتسرقت يا مدام امال؟ ايوه. مفيش اي حاجه؟ لا حتى كريم كان معاه ذهب ومعاه حاجات، واحنا الكلام ده قلناه اول ما رحنا، اما رجعنا هنا بلغنا المحامين يا جماعه كريم كان معاه ذهب وضعه كذا كذا، في تليفون ثالث وضعه كذا، كان في اوراق كذا وكذا وكذا. اسالوا البوليس كل المستندات مين اللي خد الحاجات دي. كل يا البوليس مع في الحاجات دي، يا في حد قبل البوليس دخل سرق الحاجات دي. ايه اللي عمله البوليس بالظبط؟ ما رفعش اي بصمات من طب جوه وزمايله في المستشفى قالوا ايه؟ والله احنا رحنا اتعمل علينا كده نوع من التعتيم التام، محدش جه ناحيتنا، محدش كلمنا، محدش عزانا، ما شفناش زمايل، ما جاتش برقيه تعزيه، مفيش حتى رئيس القسم جاي يتكلم، المستشفى ما عملتش اي حاجه. ده كانوا بيقيدونا، احنا قلنا لهم يا جماعه تشرحوا ماشي بس اعملوا لنا CT وMRI. MRI ده CT عشان العظم، يعني بيبين العظم حالته ايه، والMRI بيبين العضلات الانسان واللي هي السوفت متهتكه فين. ايوه. قبل ما انت تشرح عشان المشرط بتاعك ما يخفيش دليل اعمل لي MRI. كانوا بيقيدونا تدفعوا 1000 جنيه استرليني مقابل MRI، قلنا موافقين. قالوا ما عندناش MRI، قلنا ابننا قال ان في MRI. طيب احنا عندنا MRI بس الMRI ما بيقراش الجثث، يعني ما عندناش خبير يقرا الجثث المتوفاه. طب ماشي، واضح انها عمليه تعتيم كامله من كل الجوانب يعني. هناخده وهنسفره اكتر من بلد، يعني اعملوا MRI وهنسفره كذا بلد، والناس ترد علينا وتقول في ايه؟ لا ما فيش MRI. بعد كده نفاجئ بالكورنر في المحكمه بيقول للقاضي ان الناس هتخاف انها تخش في جهاز الMRI. حسيتوا من هناك ان الموساد متورط في عمليه الاغتيال من وانتوا في انجلترا؟ هو هناك كان في حاجات غريبه قوي بتحصل، يعني مثلا ان هم غير طبعا هم كانوا يعني كريم الله يرحمه كان معاه تليفونين بقول لحضرتك عليهم، غير التالت ده اكتشفنا طبعا دول فضلوا مع البوليس، ما ادوهم لناش غير اخر يوم خالص واحنا نازلين. حاجه تانية ان المفتاح يعني بتاع بيت كريم الله يرحمه احنا خدنا مفتاح لان ده بيت هو مأجره، مفتاح المالك، مفتاح كريم، نسخه كريم كانت مع البوليس، ما ادوهالناش غير اخر يوم. كانت من الحاجات بقى الغريبه، يعني انا قعدت من يوم 1 سبتمبر لحد يوم 28 عايزين حاجه كريم، عايزه موبايلات اكلم صحابه، عايزه المفتاح البيت، انا قاعده في البيت ده حاسه اني خايفه. كنا يعني مره كلمنا المحامي قلنا له قول لهم ان احنا جايين، كنا رايحين له لندن لان المدينه دي بعيد 4 ساعات عن لندن. كلمهم قال لهم عايزين، رفضوا طبعا. رحنا ورجعنا لقينا اثار اقدام في قلب البيت. حاجه تانية ان احنا كان فعلا في ناس بتمشي ورانا طول ما احنا هناك، وناس متكرره، وناس كانت قاعده وبتتتبعنا وعارفه احنا بنقعد فين. على فكره جوني قال الحكايه دي، وصف لنا من الحاجات اللي هو قالها وصف
مين اللي كان قاعد ورانا بالظبط بيتتبعنا. هو كان عارف كل حاجه. ده وصفه وقال هو جاي منين اصلا. احنا تو ما شفناه عرفنا هو جاي من انه بلد. هي من بلد عربي بس هو بيتكلم انجليزي. قال اللي كان قاعد وراكوا جاي من بلد كذا وكان بيتتبعكم. بحثه ازاي عمل ضجه في الاوساط البريطانيه والله هو والاوروبيه. سمعت المانيا كانت عايزاه واسرائيل كانت عايزاه. بحثه كان فيه ايه تحديدا؟ هو كان ماده بديله للعقار المورفين بدون الاثار الجانبيه بتاعته. وايه الاثار الجانبيه يا دكتور؟ لا المورفين طبعا له اثار جانبيه كتير. اول حاجه ابسطها ادكشن، الادمان اللي هو يستخدم كذا العقار مرة. ده كان جايبه من ماده ايه؟ لا حضرتك هي الحاجات دي مش قصدي يعني بشكل عام، يعني سر الاكتشاف كان طفره فعلا في عالم الطب تستحق القتل تصفيه؟ اكيد كان كده. هي الفكره كلها مش عشان خاطر يعني مش سر الاكتشاف وبس. هي الفكره ان المورفين هي الطريقه الوحيده اللي ممكن ادخل بيها المخدرات للبلد بطريقه مشروعه، بطريقه ليجل. لو انا قضيت على تجاره المورفين دي هقضي على تجاره بالمليارات، وهقضي على الطريقه الوحيده المشروعه اللي ممكن يدخل بيها المورفين بطريقه ليجل للبلد. فده كانت المشكله كلها. وان يعني شركات الادويه بتتحكم فيها كلها اصلا شركات اسرائيل. فدي كانت المشكله كلها في البحث، ان احنا البحث ده يوصل للنور. طيب شكرا لماده المورفين وشكرا للشركات دي. فدي كانت كل المشكله. لما طبقوا اثبت نجاحه الدكتور كريم، يعني عمل الله عليه يرحمه تجارب. كان المفروض خلاص هو كان المفروض هيناقش البحث وهيبقى ابروفد، خلاص ياخد الابروفل عليه خلاص في اول شهر 9. دي كانت اخر حاجه يعني. وهو توفى شهر 8. شهر 8. توفى في شهر 8 قبلها باسبوع حتى بالظبط. جوني بيتكلم عن الحته دي. جوني قال ما سالتوش نفسكم هم ما قتلوا كريم ليه قبل ما يروح مؤتمر او اي مكان اخر؟ فبنقول له ليه؟ قال لان هو لو طلع ده هيبقى في حمايه الدول هي اللي هتحميه. جوني قال اسرائيل، قال الموساد، يعني قال لفظ يدلل على ده. قالها صراحه من اول لحظه. الموساد الاسرائيلي هو من قتل الدكتور كريم اسعد. من قتل دكتور كريم هو احنا معانا التسجيل بس مش واضح. ربما يكون متشوش. لا هو احنا عندنا اكتر من حتى تسجيل. كمان قال كنت انا بساله انت سافرت اسرائيل؟ فقال لي انا سافرت اسرائيل. فقلت له انت مش حاسس ان غريبه انك تسافر اسرائيل بصفتك عربي؟ قال لي ما هو دكتور كريم رفض انه يسافر اسرائيل فاتقتل، يبقى انا اسافر بدل ما اتقتل. هم كده هياخدوا اللي هم عاوزينه. طب مش ممكن دي ما تكونش الحكومه الاسرائيليه او جهاز الموساد، مش ممكن تبقى مافيا تجاره المخدرات زي ما اشارت الدكتوره ساره المعترضين على لا ما اعتقدش. لان ما هي اصلا اقول لحضرتك هو حتى لو كده اسرائيل ما كانش هيبقى التعتيم ده بس هو من قبل انجلترا. لا وبعدين هو جوني كمان بروفايله غريب على الفيسبوك. بروفايله بادئ مع الثوره كله تمجيد لاسرائيل وتمجيد لمبارك والموساد والماسونيه يعني. ودايما يتكلم عن علاقه اسرائيل بمبارك. مثلا بوست كان حاطه ان اسرائيل بتكرم، التلفزيون التاني اسرائيلي بيكرم مبارك، وانتم ايها المصريون تهينون رئيسكم وتحاكمونه. فده بروفايل مش واحد بتاع مافيا ادويه، ده بروفايل يعني حد سياسي، حد داخل يلعب في البلد. في دلائل على كده يا دكتوره؟ على ايه؟ على جوني ابراهيم كامل بتؤكد ان هو فعلا من الموساد؟ ما انا بقول لحضرتك هي كذا حاجه. اول حاجه ان هو بيتكلم طبعا عبري منتهى الطلاقه وبيكتب عبري كويس جدا. احنا ساعه تاني حاجه كميه المعلومات الرهيبه اللي عنده، الحاجات الدقيقه جدا المستحيل ان اي حد يعرفها. تالت حاجه ان هو كمان يعني كان دايما معاه حد. يعني الاول قابلنا مره، تاني مره قابل ياسمين. المره اللي قابلناه فيها لما وصلناه كان في ناس واقفه مستنياه. تاني مره كان فعلا في عربيه متفهمه ماشيه وراه، فهو ما كانش لوحده. وكان دايما والى يومنا هذا في ناس وراه. القضيه سجلت ضد مين يعني؟ ولا البحث حتى الان او القضيه لم تغلق؟ ما بقول لحضرتك هو تعتيم تام حتى هذه اللحظه. القضيه هناك حضرتك قصدك في انجلترا ولا بالنسبه لجوني هنا؟ بالنسبه لانجلترا هناك هما اخر حاجه خالص وصلنا لها اللي هو اعتراف بوجود شبهه جنائي. دي اخر حاجه. بس عشان يعني احنا المفروض المحامين ماشيين في 3 اتجاهات. اتجاه يعني جريمه، واتجاه اتلاف متعمد للجثمان، ما ينفعش جثه تتلف في الوقت ده مستحيل وبالطريقه دي. واتجاه تالت تقصير البوليس. بس فكره بقى ان القضاء البريطاني حاجه بطيئه جدا، بس احنا ماشيين اوريدي في ال3 اتجاهات دي. بالنسبه لهنا بالنسبه لقضيه جوني حاليا التحقيقات معاه، بس هي التحقيقات حاليا سريه يعني بامر من المحامي العام. جثه الدكتور كريم كان باين عليها يعني اثار القتل العمد بشكل واضح؟ طبعا حضرتك لو شفت الصور هو وشه كله كان تكتلات دمويه،
زرقاء وحمراء، وايديه الاثنين كانت كده كما لو احنا كان معانا حتى صور للدكتور يا ريت نعرضها اثناء القتل. ايديه الاثنين كان حد ماسكهم، صوابعه دي زرق بص حضرتك الوش مش طبيعي، لو لفتها هتلاقي نزيف دم من المناخير هنا. شايف حضرتك، شايف المنظر؟ دي مش وسه طبيعيه. الوسه الطبيعيه بيبقى لونها اصفر، يعني لو وفاه طبيعيه اصفر. بعدين كريم عنده 31 سنه ما شاء الله، كان هيلسي، ما كانش فيه اي حاجه. يعني طبعا الجزء، يعني المنظر ده بيصيبني بنوع من الغيظ والقهر والكبت وكل احساس ممكن تتخيل. يعني انا حاسه باحساس كل انسان مصري حاسس ان له حد اتقتل وهو مش قادر ياخد طاره. يعني ما ينفعش ان واحد يتقتل ومش عارفه امسك واحد. طب والخارجيه كانت فين؟ والسفاره المصريه في بريطانيا كانت فين؟ عملت ايه تحديدا؟ هو السفاره جم معانا لحد لحظه ما شافوا جثمان كريم وعرفوا انه اتقتل، بعد كده تراجعوا. ممكن يكون العلاقات الدبلوماسيه، ممكن يكون حته مثلا ان مش يعني ايه تراجعوا يا مدام امان؟ يعني هم جم معانا شافوا الجثه ده اتقتل، بعد كده خلاص ما لهمش علاقه بينا. يعني بالظبط في شخصين جم معانا اول يوم خالص، ودي قلناها واول يوم ما كانش فيه تحقيقات ولا اي حاجه. يوم 1 سبتمبر ده رحنا قابلنا الضابط وكان مع واحده، وقابلوا لنا ماما بس الاول، ده كان طلب ماما الضابط، وكان بيكلمنا هو بيضحك واحنا كنا بنعيط. واحنا دخلنا واحنا عايزين نشوف كريم، دخلنا شفنا كريم الله يرحمه شكله واحد مقتول، يعني ما ينفعش اتنين يختلفوا عليها. غير ان برضو الصور دي احنا عرضناها هنا على اساس الطب الشرعي واكدوا لنا ان دي صور واحد قتيل. فاحنا قلنا يعني يعني احنا ممكن نقول زي ما نقول محدش يصدقنا، لازم محتاجين معانا اي ويتنس كمان حد. احنا بعد كده بقى خدنا بيرميشن وخدنا الصور دي دلوقتي دوكيمنت معانا، بس اول يوم لما دخلنا كنا عايزين حد معانا، فقلنا لهم يا جماعه استاذنهم احنا معلش بس هندخل الناس دول معانا. دخلناهم 2 جم معانا، واحد من السفاره وواحد من القنصليه، ودخلوا شافوا كريم الله يرحمه، وهم يعني هم بقوا نفسهم مصدومين. ما عملوش اي خطوات دكتور كريم اتقتل يعني فيما يتعلق بالتستر. لا هما اللي عملوه، انا مش هقول تستر، هو زي ما قلت هو تراجع. يعني ايه؟ قرروا يسيبونا بقى لوحدنا خلاص. هما شافوه بالظبط يعني دكتور كريم اتقتل عشان اقول برضه واحد فيهم قرا كريم الله يرحمه سوره ياسين كامله، تاني قال نحط له المصحف جنبه. بعد كده اما طلعنا بره، طيب يا جماعه احنا دلوقتي الله يخليكم احنا 2 ستات لوحدنا وعايزين بس اسم محامي جنائي بس. لا احنا اسفين، اصل السفاره ما بتجيبش محامين. حضرتك انا مش عايزه محامي، انا عايزه اسم محامي عشان احنا غرباء ما نعرفش حد خالص. طيب ماشي ان شاء الله. ودي كانت يعني اول واخر مكالمه بيننا وبينهم. تقرير الطب الشرعي كان عامل ازاي؟ هو لحد دلوقتي التقرير الوحيد اللي اتعمل التقرير الدكتور شاف كريم الله يرحمه بعد 21 يوم قال انا مش شايف حاجه عشان الجثه تلفانه. والصور اللي خدناها لكريم برضو قبل ما يعني قعدت 21 يوم تلفت، فهو قال مش هقدر اعمل الجثمان تلفان. اتعمل تشريح بس هو كان في كلام بينه. احنا كنا جايبين بروفيسور بتاع تشريح، احنا كنا جايبين بقى بروفيسور كان بيناقش بروفيسورز يعني بتاعهم طرفهم مع البروفيسور بتاعنا. بس المناقشه دي يعني معانا والحاجات دي كلها ادله، يعني هتدخل المحكمه كلام بينه وبينهم ان يعني هم يعني بيعترفوا بطريقه يعني غير مباشره ان هم شايفين ان في جريمه. طب لو اتخنق، طب لو اتسحب، طب لو اتضرب، طب الحاجه هتبان اثرها ازاي؟ طيب بس هو الحاجه اللي حصلت يعني انه اتلفوا الجثمان عن عمد، ودي في حد ذاتها اصلا جريمه. لان يعني حتى برضو سالنا هنا بس في قضيه دلوقتي ومش حاليا يعني في خطواتها الاولى. في خطواتها الاولى لان مع الاسف يعني هو القضاء البريطاني عندهم كده. يعني البوليس مش بيدور على الفايل. يعني حضرتك نقول يعني الكاميرات ممسوحه، البوليس بيدور على الفايل، الكاميرات يعني هم ما فيش تعاون من ناحيتهم خالص. بس احنا فين الشهود؟ ما حدش عايز يتكلم. بس احنا معانا بقى حاجتنا. نسبه اليهود جوه المستشفى كانت كبيره. والله هو احنا بريطانيا عموما كلها يهود. هو حتى جوني قال بريطانيا كلها يهود، من يتحكم حتى فهو قال لحظه، قال انتوا فاكرين انجلترا بلد قوي، انجلترا بلد ضعيف، كاتبها لنا. فقلنا له ازاي؟ استحاله. قال لا، من يتحكم في انجلترا هم اليهود. كاتبها لنا هو حتى هنا على الورق، هو كاتبها على الصفحه. ما هي حتى عموما في انجلترا وبالاخص يعني نسبه اليهود كتير. الجلسه الجايه امتى ان شاء الله؟ هو المفروض في خلال الاسبوع الجاي ان شاء الله. بالنسبه دي اول جلسه ولا؟ لا مش جوني.
دكتور كريم؟ بالنسبه لدكتور كريم لا لسه لا لسه ما ده هو حددناش. لم تحدد اصلا. لا مش يعني لسه هم شركه في لم البروسس تحدد يعني. ان هم هما قانونهم مش زي قانوننا قانونهم مش يعني. زي عندنا مثلا جلسه وتحديد. لا ان هم اللي يموت بالهم هناك طويل أوي. مالوش. يعني هم عندهم القضايا بتاعه بالسنتين والثلاثه والاربعه، بس احنا مستمرين ومش هي هنسيب هي حق كريم هي الله بشكل يرحمه. عام يعني علامات استفهام كتير جدا بتطرح نفسها. مين قتل الدكتور كريم؟ الموساد ازاي متورط؟ البحث كان فيه ايه؟ هل دي عصابات؟ هل ده اسرائيل؟ هل ده الموساد؟ كلام كتير جدا بيتقال. اعتقد ان احنا ربما تكون من الحلقه الاولى من المسلسل الطويل اللي ممكن نسمع عن تفاصيله عن الطبيب المصري، طبيب التخدير المصري الدكتور كريم اسعد، اللي عمل علاج مضاد علاج موازي لعقار المورفين بدون اثار جانبيه، وتلقى دعوات من شركات اسرائيليه ولم يستجب لهذه الدعوات، وتلقى تهديدات بالقتل وقتل بالفعل. نشكر ضيوفنا الدكتوره ساره اسعد شقيقه الدكتور كريم، شكرا ليكي. الف شكر لحضرتك. والبقاء لله. بقى لله برضه استاذ امال محمد علي والد الدكتور كريم، شكرا ليكي. وايضا الدكتوره ياسمين البدوي ادمن صفحه كلنا الدكتور كريم اسعد، شكرا لكم. بعد الفاصل رشا نبيل والاقتصاد ودوره في الدستور، ما هي ابرز المواد وكيف يمكن ان تفعل؟